حلقتنا لما الدكتور كو حما كانج اتصل بيه وقابله وسأله هو انت مش كنت سألتني مين يعرف عن موضوع خلايا الأنسجة غيري انا والدكتور ها؟ بصراحة كده في حد تاني يعرف وهو اللي اقترح الفكرة من الأول أصلا. كانج رد عليه وقال له الدكتور تشوي صح كده؟ الدكتور كو اتفاجئ ان كانج عارف. في نفس الوقت نومان هوي كان هيموت الدكتور تشوي بس وقف عشان مراته كام. الدكتور تشوي قال له ان الخطة كانت انك تقتل كانج، انت دمرت الخطة وما نفذتهاش في الآخر. تعالوا بقى نرجع من الأول لما كانج كان سكران ونومان هوي عمل نفسه سواق ووصله البيت وكان رايح اصلا عشان يقتله، بس كانج وقتها هو اللي طلب منه يتخلص من مراته سيان وهيدفع له فلوس مقابل ده. هنا بقى نومان هوي قرر بدل ما يقتل كانج انه يخطف سيان عشان ياخد الفلوس. فلما الدكتور تشوي عرف يتخانق معاه لانه غير الخطه، فالخاطف نومان هوي قال له انت مش عايز تتخلص من كانج، انا هخلصك منه بس بطريقتي، وعشان كده يلبسه حكايه خطف سيان عشان يتسجن، وبكده الدكتور تشوي يكون خلص منه. بس كانج هرب من الشرطه والحكايه اتعرفت في الاعلام والليله باظت. الدكتوره تشال الاخصائيه النفسيه كانت فاهمه ان الخطه هي خطف سيان وبس، بس لما عرفت ان الخطه الاصليه هي كانت قتل كانج قالت للدكتور تشوي انت كدبت عليا، انا هبلغ الشرطه عنك. رد عليها بلاغك ده هيضرك، قولي لهم ساعتها انك وافقتي على خطف سيان عشان كانج يبقى ليكي، فاضطرت تسكت. الدكتور تشوي ما كانش عارف يعمل ايه، فقرر يروح لنومان هوي ويتكلم معاه، بس لما وصل اتفاجئ ان كانج موجود هناك، ولما جه يمشي بسرعه لقى في عربيه نومان هوي شنطه مليانه فلوس قد كده فاخدها، يعني طلع هو اللي سرق الفلوس. المهم لما رجع المستشفى لقى الشرطه لقت سيان وقبضوا على المجرمه كام وكمان بتتعالج هنا في المستشفى، فخاف جدا لا تعترف عليه. بس بالصدفه لقى ان الدكتور عليه ديون والديانه بيطردوه في كل حته، فراح له وقال له انا عارف انك محتاج فلوس، وطلب منه يروح يقتل كام مقابل انه يديله فلوس يسد بيها دينه. بس خطته للاسف فشلت وخاف الدكتور تشوي ان الدكتور يفضحه. وهنا الدكتوره تشا قابلت الدكتور في الاسانسير وقالت له الدكتور تشوي عايز يقابلك حالا مستنيك تحت في الجراج، روح له بسرعه. وفعلا اول ما الدكتور تشوي شافه هجم عليه وقتله على طول، وحط في جيبه التليفون التاني اللي كان بيتواصل بيه مع كام عشان الدكتور يشيل هو موضوع خطف سيان بالكامل. الدكتوره تشا لما عرفت بموت الدكتور راحت للدكتور تشوي بسرعه وقالت له انت قتلته ليه؟ انت قلت لي انكم هتتكلموا بس ليه عملت كده؟ فقال لها اهدي وركزي، الشرطه هتيجي تتكلم معاكي وانت عارفه كويس جدا هتقولي لهم ايه. نرجع بقى للحاضر. الدكتور تشوي قال لنومان هوي بعد كل اللي حصل ده انت ما نفذتش الخطه من الاول، اقتل كانج قبل ما كل حاجه تتكشف وانت عارف ان مراتك تحت ايدي. من ناحيه تانية الدكتور كو بيقول لكانج في حد حرض الدكتور يقتل كام، بصراحه انا كنت شاكك فيك في الاول بس لما اتاكدت انه مش انت ما كانش قدامي غير الدكتور تشوي، هو الوحيد اللي يعرف كل حاجه. المهم لسه ما فيش دليل ضده، فتعامل كانك ما تعرفش حاجه وما تقولش حاجه لسيان. الدكتور تشوي بقى راح لكيم وسالها قلت ايه لكانج؟ قالت له قلت له زي ايه مثلا؟ زي انك طلبت مني نقتله؟ ما تقلقش ما قلتش حاجه، عملت اللي انت قلت لي عليه وقلت للشرطه ان الدكتور هو اللي حرضنا. على فكره الشرطه هترجع تاني ولو هقول لهم حاجه هيبقى ده متعلق باللي انت ناوي تعمله بعد كده. فقال لها واضح انك مش فاهمه اللي بيحصل، جوزك نومان هوي مطلوب القبض عليه وانت شركته، يعني انت مجرمه. لما خرج لقى الشرطي تشوي بيتكلم مع كانج فساله في ايه، فرد كانج وقال له اصل سيان قالت لدونج تشان انها شاكه ان المجرم دخل من الاوضه السريه اللي تحت السلم، فقلت للشرطه يشوفوا الكاميرات اللي هناك يمكن يلاقوا حاجه. هنا الدكتور تشوي كان مرعوب حرفيا ان الكاميرات تكون جابته. نرجع بقى ونعرف ايه اللي حصل من البدايه خالص. فكره مشروع الانسجه والخلايا كانت فكره دكتور تشوي وهو اللي عمل الابحاث والاختراعات دي كلها، ولما المشروع نجح قال للدكتور كو والد سيان انه عايز يعمل هو اول عمليه بنفسه، بس الدكتور كو قال له المشروع حاجه والعمليات حاجه تانية خالص، لما يجي وقتها هبقى افكر، وعلى فكره من النهارده انا اللي هتفق على الموضوع وانا اللي هجيبها بنفسي. كانه بيقول للدكتور تشوي كفايه عليك لحد كده. وفعلا كانج هو اللي كان بيعمل العمليات دي كلها. كانج عارف اللي بيحصل من وراه وان الكلام ده غير قانوني بالمره، وكمان بعد وفاه بنته قرر يوقف اي حاجه ليها علاقه بمشروع الانسجه. وقتها الكل افتكر ان الدكتور تشوي هو اللي هياخد مكانه ومكانته، بس اتفاجئ لما الدكتور كو ابو سيان قال له ان المشروع هيقف خلاص لحد ما كان يرجع تاني. الدكتور تشوي قال له بس انا موجود وقادر احل مكانه، بس الدكتور كو رفض وقال له بحسم مفيش مشروع من غير كانج. طبعا الدكتور تشوي اتعصب جدا لان المشروع ده فكرته هو واشتغل عليه سنين وفي الاخر يتقفل عشان شخص تاني. فمن هنا اتصل بنومان هوي وبدات خطته القذره. في الوقت ده سيان راحت لابوها الدكتور كو وقالت له انا عرفت كل حاجه عن المشروع وعرفت انك عملت كل ده عشان الفلوس، حتى يوم بنتنا انا طلبت كانج يجي يعمل لها العمليه بنفسه بس انت منعته، انت ضحيت بعيلتك عشان مصلحتك وخليت كانج يشيل الذنب وهو ملوش ذنب، بس خلاص جه الوقت اللي تصلح فيه كل اللي بوظته. كانج ساعتها كان مع الشرطي تشوي بيساله لقيته حاجه، فالشرطي رد للاسف مفيش كاميرات مراقبه هناك وما وصلناش لاي حاجه. في الجهه الثانيه الدكتور تشوي راح قابل نومان هوي وساله انت عملت ايه مع الدكتوره تشا، خلصت منها صح؟ نومان هوي رد وقال له لا سبتها تمشي. الدكتور تشوي اتعصب وقال له انت اتجننت ازاي تسيبها وهي ممكن تبلغ عننا؟ فقال له نومان هوي مش هتعمل كده، وبعدين انا
عرفت ان الكلام اللي كنت بتقوله لها غير الكلام اللي بتقوله لي خالص، فاقتل كانج وخلينا نخلص من الليله دي كلها. وبالليل اشتغل انذار حريق في المستشفى والكل كان بيهرب في حاله ذعر. اما المجرمه كام فكانت خايفه جدا لانها محبوسه في سريرها، بس بنكتشف ان كل دي كانت خطه مدبره عشان يهربوا كام من المستشفى، والشرطه وصلت واكتشفوا ان مفيش حريق ولا حاجه، وللاسف ما عرفوش يوصلوا للشخص اللي هربها بسبب الزحمه والجمهور. ولما نومان هوي عرف باللي حصل هجم على الدكتور تشوي ومسكه من رقبته. مراتي فين؟ انت وديتها فين؟ بس الدكتور تشوي حلف انه ما يعرفش ومش هو اللي عمل كده. اتاري كل واحد فيهم كان فاكر ان التاني هو اللي هربها. امال مين اللي عمل كده؟ طلع كانج هو اللي هربها. كيم لما شافته قالت له الرعب في عينيها انت عملت كده ليه؟ انت عايز تنتقم مني صح؟ كانج رد عليها وقال لها خايفه ليه؟ اهو دلوقتي جربت شعور مراتي لما كنت حبساها، ها؟ هتعملي ايه دلوقتي؟ قالت له جوزي مش هيسيبك، فقال لها انا عارف وسابها ومشي. نومان هوي بدأ يراقب كانج، بس كانج كشفه ونزل يكلمه، فقال له الخاطف انت اللي اخدت مراتي صح؟ كانج رد وقال له ايوه وما تقلقش هي في امان. عموما انا عرفت ان الدكتور تشوي هو اللي ورا كل حاجه، وهو فهمك انك لو قتلتني هيعمل لمراتك العمليه، وعشان كده انتوا ساكتين ومحدش اعترف عليه لحد دلوقتي. ما تقلقش انا اللي هعمل لها العمليه، بس بشرط تسلم نفسك وتعترف بكل حاجه. نومان هوي رد وهو شاكك وانا اثق فيك ازاي؟ انت السبب اساسا ان مراتي ما تعملش العمليه لحد دلوقتي. فكانج قال له هو الدكتور تشوي اللي قال لك كده صح؟ متأكد ان كلامه مظبوط؟ عموما فكر وقول لي قرارك. وهنا بنرجع بالزمن وبنعرف ان الدكتوره تشا كانت الاخصائيه المتابعه لكيم لما كانت في المستشفى، وهي اللي حكت للدكتور تشوي عن حالتها عشان يساعدها، بس الدكتور كو رفض حالتها. وقتها الدكتور تشوي قال لكيم انت اترفضتي بسبب سجلك الاجرامي، بس لو كنت غنيه كان زمان العمليه اتعملت عادي. عموما المستشفى وقفت المشروع اصلا لان جوز بنت المدير انسحب، يعني كانج هو السبب مش انا، مع ان ابحاثي وفكرتي وخبرتي اكبر منه بكتير. بس عارفين لو جانج ما بقاش موجود وقتها المدير مش هيكون قدامه حل غير انه يرجع المشروع تاني، وساعتها انا هعمل لك العمليه هنا في المستشفى. وبكده اتفقوا على قتل كانج. نرجع للحاضر. بعد تفكير طويل نومان هوي قابل كانج وقال له لو سلمت نفسي هتعمل لمراتي العمليه؟ فكانج رد وقال له ايوه، فقال له الخاطف يبقى لازم تنفذ وعدك ليا. وهنا ظهر الدكتور تشوي، وفجاه نومان هوي صدم كانج بكهرباء وهجم عليه. لما اتعمل كمين لكانج الدكتور تشوي ونومان هوي سالوه بغضب فين كيم وخبتها فين؟ كانج بص لنومان هوي وقال له بصدمه انا قلت لك هعمل لمراتك العمليه، انت بتعمل كده ليه؟ وهنا اتدخل الدكتور تشوي وقال بثقه انا اللي هعمل لها العمليه وكل حاجه جاهزه. رد عليه كانج باحتقار انت اللي هتعمل لها بامكانياتك دي؟ انت فاشل اصلا، انت متاكد انك هتنجح؟ نومان هوي اتوتر وسال كانج تاني بقول لك مراتي فين؟ بعدها كانج اخذ الاثنين للمكان اللي مخبي فيه كيم، واول ما شافته كيم فضلت تعيط وقالت لنومان هوي اتاخرت كده ليه؟ انا كنت مستنياك. ولما شافت كانج والدكتور تشوي قالت له في رعب في عينيها انت ليه جبتهم هنا؟ رد عليها ما تقلقيش كل حاجه تحت السيطره. هنا الدكتور تشوي قال لنومان هوي انت مش محتاج كانج في حاجه، خلاص جه الوقت اللي نخلص عليه فيه، وطلع حقنه سم جاهزه عشان يقتلوا بيها، وقال للخاطف يلا اقتله. بس المفاجاه ان نومان هوي هجم على الدكتور تشوي وقال له بغضب شديد معدل العمليات بتاعتك نسبه نجاحها 13%، بس انت بتخاطر بحياه مراتي وكنت عايز تقتلها. وقبل ما نومان هوي يغرس الحقنه في الدكتور تشوي زقه كانج بسرعه، والحركه دي ادت فرصه للدكتور تشوي انه يهرب وينفد بجلده. نومان هوي اتجنن وقال لكانج ليه عملت كده؟ ده حاول يقتل مراتي وكان عايز يقتلك وخطف مراتك، ليه وقفتني؟ كانج رد عليه بكل صرامه طب ما انا عايزه اقتلك انت دلوقتي، كل ما بشوفك بفكر في اللي عملته في سيان والوجع اللي عشته بسببك. انا ما قتلتكش مش عشان مش عارف، انا ما عملتش كده لان انا اللي مش عايزه اكون مجرم زيك. وقال له انت عرفت نسبه نجاح عمليات تشوي منين؟ فقال له من الدكتوره تشا. اتاريه راح للدكتوره تشا وقت ما كانت بتحاول تهرب، وهي قالت له الحقيقه كلها ان الدكتور تشوي كذب عليها وما كانتش تعرف ابعاد خطته الخبيثه. في اللحظه دي فضلت كيم تصرخ من الوجع الشديد، وجانج كشف عليها وقال لنومان هوي الورم ضاغط على الحبل الشوكي، لو ما عملتش العمليه حالا هيجي لها شلل. فنومان هوي رد عليه بقله حيله انا معايا ادله تثبت تورط الدكتور تشوي بالكامل، اعمل لها العمليه وانا هسلم نفسي وهسلم كل الادله دي للشرطه. جانج رد عليه وهو قاصد كل كلمه انا هعمل لها العمليه مش عشان انا سامحتكم، لا خالص، عشان انا دكتور وهي مريضه، لكن انتوا الاثنين هتدفعوا ثمن كل حاجه عملتوها. بعدها كانج كلم حماه الدكتور كو عشان يجهز الفريق الطبي فورا في المستشفى، وبعدين كلم مراته سيان وقال لها عايزك تروحي تقعدي في بيت اهلك. قالت له باستغراب ليه؟ هو انت في خطر؟ قال لها لا خالص، بس هكون مطمن عليكي اكتر بدل ما تبقي لوحدك. وصلوا المستشفى ودخلوا كيم لغرفه العمليات، وطبعا كيم ما سكتتش وقالت لكانج بفضول مش غريبه انك بتنقذ واحده بتكرهها؟ مش مره واحده لا مرتين. كانج سكت وما عبرهاش، وبدات العمليه وركب لها دعامه الخلايا الجذعيه بنجاح، وفي نفس الوقت كانت الدكتوره تشا راحت للشرطه عشان تعترف بكل حاجه. اثناء العمليه كانج اتصل بنومان هوي وقال له ابعت كل الادله اللي معاك للمحقق فورا. نومان هوي رد لما تخلص العمليه هبقى ابعتها، بس كانج قال له بنبره حاده مراتك تحت
ايدي، وكل ما تتاخر انت بتقلل فرص نجاه مراتك وبتحطها في خطر اكبر، ابعت الادله حالا. نومان هوي رد عليه وقال له انت بتهددني؟ فكانج قال له ايوه بهددك، بعمل زي ما انت عملت بالظبط، بتستغل ضعف الناس وبتستخدم الاشخاص اللي بيحبوهم ضدهم، وبقول لك للمره الاخيره ابعت الادله دلوقتي حالا. فعلا نومان هوي خاف وبعت كل التسجيلات الصوتيه للدكتور تشوي وهو بيتفق معاه على قتل كانج، وبعت اعتراف كامل بكل الجرايم. واول ما كانج اتاكد ان الادله راحت للشرطه خرج من غرفه العمليات. نومان هوي اتجنن لما شاف كانج طالع وقال له بغضب انا سمعت كلامك وبعت الادله، ازاي تسيب مراتي جوه وتخرج كده؟ فرد عليه كانج ببرود انا اصلا عملت العمليه وخلصت كل حاجه وشلت الورم وهي بقت تمام والعمليه نجحت 100%. في الوقت ده سيان عرفت من باباها ان كانج بيعمل عمليه لكيم في المستشفى، فقامت رايحه له على طول. وهي في الجراج قابلت الدكتور تشوي. الدكتور تشوي قال لها بغل وشر جايه لكانج صح؟ عمل العمليه برضو. على فكره انا اللي جبت الخلايا الجذعيه وهو اللي ركبها كالعاده، انا اللي بعمل كل حاجه واخطط وهو ياخد كل حاجه على الجاهز. وعلى فكره كل اللي بيحصل ده غلطتك انت، لان انت اللي جبتي المستشفى دي هنا. وفجاه الدكتور تشوي طلع سكينه من جيبه وقال لها بموتك كل حاجه هتنتهي، وهجم عليها على طول وضربها بالسكينه في ظهرها. في اللحظه دي اخيرا وصلت الشرطه وبدات تطارده وهو بيحاول يهرب. سيان اخذت السكينه وضربت الدكتور تشوي في رجله ووقعته على الارض وقبضت الشرطه عليه اخيرا. كانج بقى راح لنومان هوي عشان يخليه يسلم نفسه للشرطه زي ما اتفقوا، بس اتفاجئ لما لقى نومان هوي هو كمان مطلع سكينه قدامه. نومان هوي قال لكانج انا بعت كل الادله ومراتي بقت كويسه وبكده انا هتحمل كل المسؤوليه، هي ملهاش دعوه باللي بيحصل ده، وحط السكينه على رقبته عشان ينهي حياته. دكتور كانج صرخ فيه بغضب انت بتعمل ايه؟ لما هي تفوق وتعرف انك قتلت نفسك تفتكر هتعيش ازاي بعد كده؟ انت جبان واناني وعايز تهرب، لو مت دلوقتي مراتك هتشيل كل جرايمك لوحدها، انت لازم تعيش وتتحمل كل المسؤوليه. كانج هجم عليه بسرعه عشان ياخد منه السكينه ومسك ايديه وقال له لازم تتعاقب انت ومراتك على كل اللي عملتوه. وفي اللحظه دي وصلت الشرطه وقبضت على نومان هوي اخيرا. والمحقق جه لكانج وقال له بأسى احنا قبضنا على الدكتور تشوي، بس للاسف مراتك سيان اتصابت واصابتها خطيره جدا. كانج جري بسرعه جنونيه في الممر، ونفس الموقف المؤلم بيتكرر تاني لما كان بيجري بنفس الطريقه عشان ينقذ بنته زمان. هناك عرف ان اصابه سيان خطيره واي تاخير هيسبب لها شلل ولازم يبداوا العمليه فورا. كانج دخلها غرفه العمليات وبص في عينيها وقال لها بحنان ما تقلقيش انا ما اتاخرتش المره دي. الاذاعه والاعلام اتكلموا عن القضيه اللي هزت الراي العام، والدكتور تشوي طلع هو السبب في كل المؤامره، ونومان هوي اعترف بكل حاجه وحاول يحمي مراته كمان. بس الشرطه لقت ادله تثبت تورطها هي كمان معاه، وبكده الكل هيتحاكم ويتعاقب. اما الدكتور كو بابا سيان فقرر يتحمل المسؤوليه هو كمان، وراح سلم نفسه للشرطه واعترف انه كان بيعمل ابحاث وعمليات غير قانونيه. في جهه تانية المحقق كلم سيان وقال لها احنا وصلنا للفيديو الاصلي اللي اتصور لكانج يوم ما كان سكران مع الخاطف. في الفيديو بنشوف نومان هوي ادى لكانج حاجه يشربها عشان يفوق، وبعدها كانج ساله بألم هو انت جربت قبل كده تخسر حد بتحبه جدا؟ انا خسرت بنتي الصغيره وكان لازم اكون جنبها وقتها، انا عايز اقول لسيان الحقيقه كلها بس هي مش هتستحمل اللي هتعرفه ابدا. نومان هوي قال له طب ما تحكي لها، بس كانج رد بدموعه وقال له مش هقدر اشوفها بتتعاقب على اختياراتي، انا مش قادر اكدب عليها اكتر من كده، عشان كده طلبت منها نتطلق بس هي رفضت، عشان كده عايزك تتخلص من مراتي وانا هدفع لك فلوس كتير جدا، طول ما هي معايا عمرها ما هتبقى سعيده، عايزك تبعدها عن حياتي تماما لاني مش عايزها تعرف اي حاجه توجعها، كل ما تبعد عني كل ما هتكون سعيده اكتر. سيان كانت بتعيط بانهاك وهي بتسمع كلام كانج وتضحيته الكبير عشان يحميها من الوجع. لما رجعت المستشفى راحت لكانج وسالته بكل حنيه ايدك عامله ايه دلوقتي؟ رد بابتسامه كل حاجه تمام ومع الوقت هترجع لطبيعتها. فقالت له بحزن انا السبب، لو كنت عالجت جرحك في وقتها وما ضيعتش وقتك معايا ما كانتش ايدك اخدت كل الوقت ده في العلاج. كانج رد عليها وقال لها ما تقلقيش كله تمام وانا بحرك ايدي وبتحسن اهو. سيان بصت له وقالت له انا شفت الفيديو على فكره، انت ما كنتش عايز تتخلص مني، انت كنت عايز تحميني بس، لكن واضح ان احنا الاتنين هنفضل بالشكل ده على طول، انت هتخبي عليا اي حاجه عشان تحميني وانا هفضل اتوجع طول ما انا معرفش ايه اللي بيحصل، عشان كده قررت اسيبك تشوف حياتك وتبعد عن النكد ده، خلينا نتطلق ده احسن ليا وليك. كانج هز راسه كانه موافق على الكلام اللي قالته وقال لها انا عارف ان طريقه حب كل واحد فينا مختلفه عن التاني. بعد فتره من الزمن كانج فتح عيادته الخاصه المستقله، والممرضه اللي كانت مخطوفه رجعت وبقت تتعالج عنده. بنعرف ان كانج وسيان اتطلقوا كل واحد بقى عايش لوحده، وفي مشهد دافي اتقابلوا هما الاتنين بالصدفه عند مدفن بنتهم الصغيره، كل واحد سلم على التاني بكل هدوء. وهنا كانج لمح ان سيان لسه شايله معاها الميداليه المعلقه الخاصه بتسلق الجبال بتاعتهم، يعني لسه محتفظه بذكرياتهم وحبهم. سيان ابتسمت وقالت له انا هروح اتمشى شويه، فكانج رد عليها بابتسامه دافيه هو انا ينفع اجي معاكي؟ وبكده مسلسلنا بيسيبنا مع باب الامل المفتوح ان مع الوقت ممكن يرجعوا لبعض والجروح بتاعتهم تتلم. وهنا اقدر اقول لك لو بتحب المحتوى المميز ما تنساش تشترك في القناه
القناه وتفعل الجرس، ودايما تبقى عارف ان دعمك بيفرق جدا معانا. المسلسلات لسه ما خلصتش، استنونا في المسلسل الجديد الجاي من الفيديو اللي جاي، ومن هنا لحد الفيديو اللي جاي اشوفكم على خير. باي.